مش كل حاجه تبطل. فكل موقف وليه يا اما لين يا اما شده. احسنت. واللين والشده مش بالضروره صوت. انا كان في مقطع الاشاعره، عملت مقطع عن الاشاعره اسمه مسلم عادي ولا اشعري، اتمنى تنزله على القناه بتاعتي احسن من القناه بتاعتي غلبانه الله يحفظك وفقيره فانت زقني الله يرفع ماشي. قدرك. وبقول لمتابعينك يتابعوني. لا ده شرف ليا والله. حط رابط القناه بتاعتي تحت. وصفحتي على الفيسبوك بعد ما وصلت ل 2 مليون الفيسبوك قفلها، فاحنا صفحتنا صغنونه دلوقتي 250,000 بس. لا ده ما شاء الله. الله يطلع. فالشاهد ان عملت حلقه اسمها مسلم عادي ولا اشعري. انا عشان اخونا وحبيبنا في الله الشيخ عبد الله رشدي الله يحفظك قال كلمتين مش حلوين عن شيخنا الشيخ مصطفى العدوي. تمام. فاحنا بنحبك بس تعالى بقى من ودانك اما نقول لك ايه صح يعني نوضح لك فمسلم عادي ولا اشعري. فالاشاعره بقى خدوا المحاضره دي وزطوا بيها وعملوا مشاكل. فواحد منهم مشهور في الاشاعره مش فاكر اسمه ايه كتب مقاله اسمها كفرني بالراحه. لا حلو. طول المقال بيتريق على على ان الراجل بيتكلم بهدوء انما كلامه كله بيقول له هكفرك من غير ما تحس. بيقول هكفرك من غير ما تحس. كفرني بالراحه. الله يرحمه الشيخ عبد الله كامل ذكرته دلوقتي ان هو الانسان الذي كان في مجلسه الضحك والبكاء. الله يرحمه. فحصلت البركه بسيرته الله يرحمه ويحسن اليه. الشاهد ان الشده واللين مش صوت عالي وجعجعه وزعيق، لا قرصه او طبطبه. صح جزاك الله خير. ألست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا بنورك أشرق الإيمان فينا.